حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل اسرع واسهل فطير شرقي في البيت. هنعمله باستخدام الجلاش. معايا حشوتين. الحشوه الاولى فراخ متبلاها بتوابل ايطاليه، والحشوه التانية عباره عن بسطرمه وطماطم وفلفل وزيتون. والحشوه الاولى حاطه فيها برضو فلفل وزيتون وطماطم ومسويها على النار. باخد دفة الجلاش، باخد منها الاول 3 ورقات. اول حاجه الصاج اللي هحط فيه الفطير بتاعي بدهنه بالسمنه، بدهنه كويس. وعامله خليط هحطه بين رقات الجلاش، عباره عن زبادي وقشطه وزبده، زبده او سمنه، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. باخد كل ورقه من ال3 وبدهنها كويس بالخليط ده. وادي الورقه التانية. ولو قابلني اي ورق مقطع في الجلاش او عندك لفه جلاش في الفريزر او التلاجة، ممكن بتحطها في النص فما بتبانش. انا فعلا استخدمت لفه برضو كانت عندي وبقيت احطها في القلب بتاع الجلاش بين الطبقات. دي الورقه الثالثه هدهنها. بعد كده هجيب الورقه الرابعه اتنيها واحطها في النص، اطبقها واحطها في النص بالشكل ده. دي اللي هحط عليها الحشوه. ومعايا جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، هحطهم على الحشوه دي. هطبق الجزء اللي انا حطيته ده اللي حطيته في النص، اقفل كويس. وبعد كده هطبق بقى ال3 ورقات اللي تحت. كده اضمن ان الحشوه ما تطلعش بره وهو بيستوي. مقفول عليه كويس. وبين كل الرقات برضو بدهن الخليط ده بالشكل ده. هنعمل بقى كل الجلاش الموجودة عندنا ونرجع تاني. كده انا عملت 4 فطاير بالشكل ده، دهنتهم زبدة. وبعد كده دلوقتي بحط عليهم جبنة موتزاريلا وهحط زيتون. وهعمل واحدة تاني على شكل بيتزا مدورة. وفاض عندي كام ورقة، عملت 2 كمان شكلهم مستطيل، يعني عمل معايا لفة جلاش ونص تقريبا. عملت معايا 6 فطاير. والصينية اللي هحطها دلوقتي على شكل بيتزا، الصينية المدورة دهنتها كويس. دي هعملها بقى بحشوة البسطرمة والفلفل والطماطم والزيتون بنفس الطريقة. برضو هحط رقات الجلاش، ورق الجلاش، وهدهن واحط الطبقة اللي بعدها وادهن بالشكل ده. هنا كنت خففت الخليط ده بشوية لبن لانه كان تقيل قوي. البيكنج باودر بيدي العجين او الجلاش طبقة هشاشة كده، بتقرب لطعم الفطير شوية. هنا بحط في النص الورق اللي كان متقطع بالشكل ده. والمقطع ده كله مش هيبان خالص. بسوي بقى الورق، بنسكنه كده في الجناب
كده انا خلصت الطبقة الاولانية وهحط الحشوة، فبظبط شكل الصينية عشان تديني الشكل المدور او شكل البيتزا. هنزل بقى بالخليط بسطرمة وزيتون وفلفل وطماطم، والطماطم من غير المية بتاعتها والبذر. بعد كده هحط عليهم الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي، وممكن تستخدمي اي نوع جبنة موجود عندك، ممكن تتحشي بالسجق، لحمة مفرومة، المتاح. هكمل بقى بقية طبقات الجلاش. وبين كل طبقة وطبقة هدهن الخليط اللي انا عاملاه بالزبادي والقشطة والسمنة. كده انا خلصت الطبقات كلها. برفع بقى الفطير من الجنب وبسكن الحروف بتاعته لتحت، بتنيها عشان احافظ على الشكل اللي انا عايزاه، اللي هو المستدير زي البيتزا، ميبقاش فيه زيادات بالشكل ده. بعد كده دهنت وش الفطيرة بالزبدة، واحط زيتون وجبنة. حاجة بسيطة خالص يعني. وبعد ما خلصت قطعتها زي تقطيع البيتزا بالظبط، بس للأسف ما صورتوش. هيبان بعد ما تستوي بالشكل ده، مقرمشة من بره وطرية من جوه وجميلة جدا، وألف هنا.